في شوارع البرازيل وانت ماشي تشم ريحة الأكل الذكية، هتلاقي عربيات صغيرة لكنها عاملة شغل كبير. مشروع عربيات الأكل في البرازيل بقى من أكثر المشاريع المنتشرة والناجحة. ليه؟ لأن الناس هنا بتحب الأكل، والأهم بتحب التجربة. الفكرة بسيطة، عربية صغيرة، مطبخ متنقل، وأكل لذيذ بيخلي الناس ترجع لك تاني. بس قبل ما تبدأ لازم تعرف إن الموضوع مش عشوائي، لازم ترخيص وتشغيل قانوني. أول خطوة إنك تسجل نفسك أو شركتك في البلدية اللي أنت فيها، وتقدم طلب تشغيل عربة أكل متنقلة. كل بلدية لها شروط، بس أغلبهم بيطلبوا تصريح صحي من هيئة الرقابة الصحية، وده عشان بيتأكدوا إن الأكل آمن ونضيف. كمان لازم يكون عندك دليل الممارسات الجيدة، يعني دليل بسيط بيشرح إزاي بتحافظ على نظافة المكان وتخزين الأكل وتحضيره بطريقة صحية. وطبعا العربية نفسها لازم تكون مجهزة كويس، غاز أمن، والكهرباء بتاخدها من البلدية، مية وصرف صحي. في مدن زي سان باولو وريو دي جانيرو لازم كمان تصريح خاص بالمكان اللي هتقف فيه العربيات، يعني ما تقدرش تركن في أي شارع كده وخلاص. طيب نخش على الفلوس. التكلفة هنا بتختلف حسب الحجم والتجهيز، بس كبداية بسيطة ممكن تبدأ من حوالي 30 إلى 50 ألف ريال برازيلي لو هتشتري عربية صغيرة مستعملة وتجهزها. أما لو عايز عربية جديدة ومجهزة بالكامل ممكن توصل ل 100 ألف ل 150 ألف ريال برازيلي. لكن الميزة إنك مش محتاج إيجار محل ولا مصاريف ضخمة كل شهر، يعني رأس مال صغير ومكسب ممكن يبقى كبير جدا لو اخترت الأكل الصح والمكان المناسب والسعر المظبوط. في عربيات بدأت ببرجر وشندوتشات بسيطة، ودلوقتي بقت علامة تجارية معروفة في البرازيل. السر في النظافة والطعم والابتسامة والأسعار. في النهاية مشروع عربية الأكل في البرازيل مش بس شغل، ده حلم ممكن يبدأ من شارع صغير وينتهي بمطعم كبير باسمك. ابدأ صغير، خليك قانوني، وخلي شغفك بالطهي يوصلك لأبعد من اللي انت متخيله. في شوارع البرازيل النجاح مش بعيد، بس محتاج جرأة تبدأ أول خطوة. وما تنسوش عالم السفر، ثقة وأمان، ومسجلة تحت. شركة عالم السفر قانونية. لو انت محتاج دعوة زيارة من عالم السفر، دعوة سياحية، فبتقدم شركتنا الدعوة دي. لو انت محتاج استقبال في المطار او تقديم ملفك للسفارة وتجهيز ملفك ومراجعة ورقك، تواصل معايا على الواتساب 00551199 015 3001. عالم السفر، مكان الثقة، موثقة.